احنا بزمن كل شيء يصير بيه. زمن العربنجي يصير شاعر، وزمن الدايح يصير الفنان القدير. لا، واللي يغثك مو بس فنان، القدير يعني ايش وقت تتقدر ما تعرف. اهلا بيكم بالحلقة الاولى من برنامج خزيتونا، برنامج جديد ان شاء الله يا رب يعجبكم. لا ندري بيكم انتم تحبون هيك برامج. المهم خلينا نفوت بالحلقة. تعالوا رحبوا وياي بالفنانة شو اسمه، او هو خلي يعدد لكم، عدد لهم خويا باسم. وياي النجمة شابة، إعلامية، ممثلة، حبوبة. رحبوا وياي بالفنانة سولاف. ها بس نسيت تقول صاحبة الملهى، عندها ملهى بالكرادة، ملهى سولاف عمي هذا. كمل. مساء الخير. مساء النور عليك ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. لا هو من ناحية كريم فهو كريم، قصير هو مو كريم. كاظم صيام مقبول ان شاء الله. تسلم يا صايمة؟ زلمة. الحمد لله. وما مبين. شلون؟ غير تحتشمين. لا والله خذ صيام، هذا يسوي له صيام فوق الركبة. عموما تعالوا خلينا نشوف الفيديو الثاني. هسه شنو هذا مي؟ امشي كله قبال بعض. الله تراني كلش اخاف من المي، الله تراني كلش اخاف من المي. خطية البنية تخاف من المي، لازم حضرتك ما سابحة. محبة المشاهدين، اليوم راح تكون ويانا الممثلة أماني علاء، راح تحدثنا عن التلفزيون. تلفزيون؟ يلا منه وجاي صار اسمه تلفزيون، أنا أمر على أبوع تلفزيون. كملي يا مذيعة، مقدمات آخر وقت. صاعدة على المسرح، أنا من الناس مثلت أدوار إغراء، مثلت ألبس قصير، مثلت هواية شغلات. طيب. صاعدة على المسرح، أنا من الناس مثلت أدوار إغراء، مثلت ألبس قصير، مثلت هواية شغلات. طيب. ومفتخرة ومرتاحة ومتونسة وتلبس قصير وتمثل إغراء، بس هو الذنب أكيد مو ذنبك. بس هذا مو ذنبي ولا ذنب البنات الموجودات الباقيات. المخرج. حلو، المخرج يعني هسه الذنب مو ذنبك، ذنب المخرج. يعني بيوم القيامه من الله راح يحاسبك تقولي له والله المخرج خلانا البس قصير وخلانا امثل اغراء. طبعا الفنانه اماني علاء كان حلمها تصير مغنيه مثل فيروز. تعالوا خلينا نكمل الفيديو. طيب إذا اختاروك بكليب، من تختارين من الفنانين تغنين وياهم؟ أغني وياهم؟ الفنان كاظم الساهر. دي التحدي الأعظم. هاي تريد تغني ويا كاظم الساهر؟ زين اختاري فنان من طبقتك، من مستواك مثل هذا. هاي يا جاره مري على داره، الغالي وحشتيه جيبولي اخباره. يا جاره بعد يا جاره. طبعا اللي شفتوها تتمرقص ويا هذا ابو ثرب هي نفسها اماني علاء. زين برايك انت اللي ترقصين ويا هيك نماذج تريدين تغنين ويا القيصر؟ حلم على قدك، تغنين ويا مثلا عدوية البياتي، تغنين ويا سعد الحلي، يعني ويا مستواك هيجي. بس انا اللي محيرني من هذا اللي ترقص وياه؟ من هذا ابو ثرب؟ ايوه ذكرني بكرتون عصابة الدالتون، لابس نفس التيشيرت مالته. طبعا المنتخب العراقي قام ياه الجاي يغني عليه. ياه الجاي رايح والجاي، شكو فنان صار قام يغني على المنتخب العراقي، وقت بس انا ما مغني عليه. رحبوا وياي بنت نعيم. فاز عندك مو صعب، ادري الاسد ما ينغلب. شديك يا الغالي كون اهدي لك الكون. مش قلت لكم الكلام ده يا شعب؟ ما سمعتوش كلام، انا تحملتكم. بشرفك اهلك ايش قالوا لك من سويتي هذا الكليب؟ يعني راضين عليك؟ زين انت راضي على نفسك؟ حتى اذا راضي على روحك اسد القناه مالتي واقعد ابطل اقعد ابيع لبلبي احسن. اذا هيك نماذج راضي على روحها. انه باسم الاغنيه الفوز جاي من فاز المنتخب. بنت نعيم قبل ما نحول اكو طفل يريد يوجه لك تحيه، تفضل حمودي. طبعا تسألوني عن الفن العراقي اللي مشهور حاليا بالساحات، اللي دا يفوق حتى كاظم الساهر بالمشاهدات. اقول لكم هذا هو الفن العراقي. شوف الفيديو.
قدومي يا شيتي قدومي والحلة لو ما يجحلون كلهم هسه شفتوهم هذول الدنبكشية هم كلهم هسه يطلعون على قناة ميوزك الرماس وثابتين نفسهم بالساحة ومسمين روحهم فنانين. ناس ما يعرفون شنو معنى الفن العراقي الأصيل، ناس تحسهم مولد شوارع، تحسهم ناس كانوا يبيعون نفط أو غاز، بس ناقصهم واحد هذا بس يهز لهم كتف ويغني لهم اوف مرتي. تحول برنامج الديمقراطية الذي تبثه قناة المستقلة العراقية إلى حلبة للملاكمة بين ضيفي البرنامج. يعني تعوف هذا الفشل الفني تريد تباوع اخبار، تلقى ثيران قاعد تتصارع مباشر. والله ما تستحون كل واحد ايش كبره هو وقاطه وتتعاركون دق بوكسات قدام العالم، وانه بث مباشر، انه بهذا المخرج الزمان غير يقطع البث يوخر الكاميرا ورا ايش قد يلا وخرها. لك والله خزيتونا، والله خزيتونا قدام باقي الدول. لك شنو انتو؟ بس قولوا لي منو فتح لكم قنوات انتو؟ منو اعطاكم قنوات فضائيه؟ خلنا اروح اسمع اشنقه. شقاوة وخوش لا تندق ابد بيه، عراقاني وصفقت الموت بيديه. اي بكرشك هذا. لك يا شقاوة جوجو، لك جوجو على كيفك يا معود، ترى مو وياك جاي يغني على الجيش والحشد، هو من اسمه الحشد المقدس، تجي انت تلوثه حبيبي؟ ثانيا جوجو انت مو عندك اغنية اسمها ألملم؟ شغل ألملم دمع من خدي واصغر من طور وحدي، غيرك انا ما عندي الله واكيد. ألملم دمع من خدي واصغر من طور وحدي، غيرك انا ما عندي الله واكيد. شوف عيني جوجو، خليك على ألملم احسن لك، وخليك تتمرقص ويا الحاتات. عوف الجيش والحشد بحاله رحمة والديك. طبعا الى هنا تنتهي حلقة هذا البرنامج، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. هاي مجرد بداية، راح نبدي بها منطلق برنامج خزيتونا، راح اسوي لكم فد 12 حلقة 13 حلقة ما نخلي واحد ما ننتقده. طبعا محضر لكم مفاجأة كلش حلوة، هالايام مسوي برنامج جديد اسمه جمهورية تنباكي. اتفقت اني وش كم يوتيوبرز مثلي هم على اليوتيوب نلتقي ونمثله سوا، برنامج كوميدي ان شاء الله يا رب يعجبكم، خلال هاي الايام راح ينزل. بس اهم شيء تسوي لي لايك على صفحتي على الفيسبوك على مود تشوفون كل شيء جديد عندي، وتسوي لي متابعة على الانستغرام، طالعات الروابط على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.